بعد ما جريت انا دلوقتي انا قدام محطة مصر الجميلة، وقفت شوية استريح هنا. شوفوا المنظر يا جماعة، احنا حاليا في مصر، تقدم وجمال وحلاوة، كأنك في اوروبا. ما تقلش حاجة عن اوروبا يا شباب. اها جميلة. احنا حاليا من مصر، محطة الصعيد، قطار الصعيد مصر، محطة مصر اهي. اهو جمالها يا جماله يا جماله. ممنوع ممنوع خلاص. احنا بنوري الناس بره الجمال بتاع مصر والحاجة كويسة. انا سافرت اوروبا ما شفتش بصراحة جمال زي كده يعني. بتاع التخليل ممنوع مش عارف ايه، فاهم؟ مش فاهمين حاجة يا عم. الله ينور عليك، احنا بنتباهى بيها. خش جوه هتلاقي محطة مهولة. ده جوه الهرم السوداتي حاجة جامدة ما شاء الله. اهو بص من الوش، هخش من هنا، مش هوريهم هنا بصور. بص المنظر من جوه يا شباب، مش هيدخلونا بنادم. متعة. مطار، عاملة زي مطار، مش محطة دي بالضخامة والجمال ده. نرجع تاني لمردودنا والتمرين اللي هو اليومي، والناس تتمرن وتحافظ على نفسها عشان تقدر تعمل حاجة، مش من اجل البطولة ولا، المهم ان هو يكون حاطط هدف مع نفسه، وان هو يحاول ان هو يتمرن يوميا او كل 3 ايام، يعني 3 ايام في الاسبوع اقل حاجة يعني. فاهمين؟ انا خلصت تدريب، كل ما اخلص تدريب كل يوم لازم ان انا اجري شويه واتمرن، وبعد كده اشوف المناظر الجميله دي. احنا في مصر يا شباب، مش في اوروبا ولا في، ما تقلش يعني محطه مصر عن محطه الصعيد اللي هي في شارع عرابي، اللي رايح على احمد عرابي كده، على احمد عرابي. يلا بقى، السلام عليكم. انا ماليش دعوه بقى بالشباب اللي هم كل يوم بيعملوا حوارات، اللي هو دلوقتي اللعيب المدربين الجداد ما شاء الله، اللي هم بتوع الماديات دول، يوميا دلوقتي عايزين يعملوا مصالح. فبيعملوا ايه؟ بيعملوا بيزنس عن طريق وفي منهم اللي بيقلب الشنط بتاعه اللعيبه. يعني عيل ساكن برضه في المنطقه دي بس من جوه شويه، اسمه محمد، مش عايز اجيب اكتر من كده. ده اللي هو كان بيسجل لي في نادي الترسانه، كان فضحته بجلاجه، اتفضح وبيقلب الشنط بتاعت اللعيبه في نادي الترسانه، وخد موبايل من عيل. وحتى الراجل في حد برضه ماسك هناك كان بيجيب نسوان لرئيس اللجنه الرياضيه. ده في الانديه بقت زباله. المدرب عشان يفضل مستمر في مكان بيحاول ان هو يقدم فروض الطاعه، ان هو يقسم مع حد في النادي الفلوس بتاعت مدرسه الكاراتيه، ان هو يحاول ان هو
يرضيه بولية امر بتكون فاسده. يعني انا شفت بلاوي. انا تمريني كان بره في اوروبا، الناس بتتمرن بره او في السعوديه رايح للتمرين. انا عمري ما خدت جنيه، انا بتمرن على حسابي وبنزل دورات على حسابي وامتحانات حزام على حسابي، رغم ان انا قعدت حوالي 30 سنه ما امتحنش في مصر بسبب ان انا كنت متضايق وبتاع. فاخرتها الحمد لله انا ايه امتحنت وخدت 5 دان، لاني ما كنتش بمتحن من سنه 92. فنزلت امتحانات بعد كده وخدت 4 وخدت 5، والحمد لله ان شاء الله يعني في خلال شهور همتحن 6. واللي راح عادي قدام الواحد فيه نفس وفيه عمر، وما يهموش الحزام وما يهموش الشكليات اللي الناس بتعملها. لابد من انه الواحد يتمرن ويستمر وملهوش دعوه بفلان ولا علان، وما يدوش ودنه لاي حد. شوفوا الزهور الجميله دي، يا جمالك يا جمالك. الواحد حاسس ان هو في مطار دولي مش في سكه حديد. فنرجع لموضوعنا، ان الواحد لازم يحافظ على نفسه ويكون مستمر، والحياه تستمر ملهاش ما يقفش، وما يهموش كلام الناس اللي هي المحبطين اللي هو قاعدين عايزين يقعدوا على كراسي وبطنهم تتملي من الفلوس الحرام. احنا ملناش دعوه باي حد، ولا واحد اصلا بيحب ان هو يمسح كوف، وكل ما يقابل حد عايز يضرب له تعظيم سلام. وانا عمري ما هركع الا اللي خلقني، ولا ان انا هدني نفسي عشان امسك مركز شباب ولا نادي. في الاخر ان مهما عملت في النادي دوت خلافات سياسيه بيمشيك، ويلا يا عم بره النادي وبتاع. هي دي المشكله عندنا بس هنا في مصر، ان انت لو مش تسمع الكلام ومطيع وتحت رجليهم هتطلع بره المكان. فانا عمري باذن الله ما هوطيها لغايه اما ربنا ياخد روحي، واللي ليه نصيب في حاجه يا اخويا، اللي ليه نصيب في شيء هيشوفه، واللي ملوش نصيب ده قدر الله وما شاء فعل، والحمد لله رب العالمين. هاجي همتحن الحزام وهسافر تاني، وعندنا ان شاء الله اقامه بعملها بره وجنسيه، وما خلاص كده مصر بالنسبه لنا ما بقتش فيها حاجات جميله. البلد ماشيه كويس، بس برضو عايزه نمو، وعايزه ان ربنا سبحانه وتعالى يقوي الناس على انهم يعملوا مصانع، يعملوا انتاج. والحاجات اللي هم عاملينها دي جميله برضو، جميله جدا. الواحد ما ينكرش الفضل. البلد دلوقتي ما شاء الله فيها مترو ومترو باص وحاجات زي اللي انا شفتها في تركيا، والقطر اللي هو عاملينه ده ما شاء الله كويس جدا. المحطه جميله جدا، في بنيه تحتيه جميله جدا، بس ينقصنا شويه الاقتصاد والناس تعمل. اما بالنسبه للتدريب كل شيء نصيب. ربنا لو رايد ان انا همسك في مكان همسكه غصبا عن اي حد، ربنا مش رايد خلاص هعمل ايه يعني، ده نصيب وده قدري. ولكن باذن الله انا مستمر مهما عملوا معايا، وباذن الله الى الامام، وهنستمر بالتدريب. امرا والواحد ما يقفش ان هو يقول لك ان انا مش ماسك نادي او ماسك مركز شباب فالتدريب بتاعي يقف على كده. لا، لازم يتمرن، واي مكان يتمرن فيه، وان هو يمارس الرياضه بتاعته، ما يقفش ما يحبطش. انا بتمرن ساعات في البيت، انا بتمرن عندي ارض بتمرن ساعات فيها، عندي شقه ساعات بتمرن فيها، عندي العماره ما شاء الله لا قوه الا بالله، عندي اكتر من 40 شقه 50 شقه الحمد لله بتوعي. اي شقه افتحها واتمرن فيها، مش هتقف على حد ولا مركز شباب ولا نادي واحد ان هو عايز يستعبدني او ان هو يدوس عليا او ان هو
يخليني تحت رجلي، ده مش هيحصل ولا هوطيها الا اللي خليني. الرياضه اصلا معروفه ان هي اخلاق، والناس ان هي بتحافظ على اخلاقها وتحافظ على مبادئها وما تحاولش ان هي تبيع مبادئها. ومن اجل دلوقتي المدربين، في مدربين انا ما اقولش المدربين كلها، في مدربين دلوقتي عاملاها سبوبه، وهو ما بيتمرنش وكرشه قد كده وجسمه اصلا معفن وشكله ربنا يعافينا. ومنهم اللي انا بحكيت لكم عليه من شويه اللي هو بيقلب الشنط دوت ويسرق موبايلات من اللعيبه، وفي منهم اللي هو بيمص دم اللعيبه وياخد منهم فلوس وما بيدهمش اي حاجه. والاحزمه الواحد يخش حزام برتقاني ولا حزام اصفر مش حافظ اي حاجه. زمان كان الواحد نزلت برتقاني كنت حافظ حوالي 12 كات او 13 كات برتقاني. وصلت للازرق كان عندي معايا اللي كنت حافظ الازرق والبني كنت حافظ 26 كات. دلوقتي انا ما بشوفش حد يعني. العيال ربنا يقويهم يعني، واولياء الامور ربنا يقويهم على الناس اللي هي بتحاول تستغلهم وبتمص دمهم. يلا انا كنت معاكم كابتن حسن سلطان من قلب امبابة، وكنت جاي جري من ارض اللواء وشارع السودان، واتمرنت شويه هنا. عجبني المكان هنا، فقلنا نتكلم شويه مع بعضين. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم حسن سلطان من مصر الجيزه، من امام محطه القطار الصعيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.